السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ انا قلت اجرب اعمل فيديوهات طويلة، وحبيت ان اعمل فيديوهات زي قصص او حكاية كده انا هقولها لكم. فبما اني تالتة ثانوي خلاص ناقص لها شهر تقريبا وتخلص، فانا قررت ان اول فيديو يكون في السلسلة دي يكون اول يوم جامعة. بالنسبة لنا ايه اللي حصل لي اول يوم جامعة، بحلو بوحشه بكل حاجة. فبسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجة كده، انا مش هبدأ من يوم الجامعة، انا هبدأ من الليلة اللي بتكون قبل يوم الجامعة. الليله اللي بتكون قبل يوم الجامعه دي عامله بالظبط زي ليله العيد. انت اكيد كده فهمت لك الصوره، صح؟ اللي هو بتبقى قاعد بتفكر في حاجه كده ومتحمس لها، فما بتعرفش تنام، وعايز تعرف ايه اللي هيحصل وي وحاجات كتير قوي كده. وبتعمل بقى بتجهز هدومك بقى، وبتشوف هتلبس ايه وايه الاطقم الاحلى وقاعد بتتخيل سيناريوهات كده في اول يوم جامعه ده. فانت ليله يوم الجامعه دي تقريبا انت مبتعرفش تنام اصلا، بس بتنام يعني لو انت هتنام يعني عادي، بس هتقعد تفكر كتير قوي. اول حاجه كده بسم الله الرحمن الرحيم، انا الجدول بتاعي كان نازل برضو قبل الجامعه بيوم، وكان عندي في اليوم ده اللي هو كان يوم السبت كان عندي 4 محاضرات، واول محاضره فيهم كانت الساعه 9 الصبح. فطبعا كنت زعلان شويه ان انا هنزل بقى الجامعه الساعه 9 الصبح وكده، وانا في اكتوبر والجامعه في اكتوبر، فما كانش في مسافه كبيره قوي، بس في مسافه يعني، بس مش كبيره قوي يعني. بس اليوم ده انا صحيت الساعه تقريبا 5 6. صحيت بدري كده، ما اعرفش يعني، انا لازم اصحى بدري مع اني كنت صحيت قبلها بساعه، كنت هنجز دنيتي واروح على طول. بس انا صحيت قبلها مثلا بتاع 3 4 ساعات كده ولا حاجه، وقعدت بقى اجهز وكده، ومشيت بقى رحت على الجامعه. تحركت بقى للمجهول، الحاجه اللي انا مش عارف اصلا ايه هي، حاجه اول مره اشوفها في حياتي. بسم الله الرحمن الرحيم كده انا وصلت الجامعه. المهم انا بقى وصلت عند بوابه الجامعه، جيت اخش لقيت طابور بقى كتير قوي كده وناس كتير قوي واقفه. انت المفروض ان احنا بنخش الجامعه باي دي، او بتحط اي دي على البوابه عشان تقدر تخش. فانا ما كانش معايا الاي دي ده، احنا لسه نيو كامر، لسه ناس لسه اول ترم لينا في الجامعه، فمش معانا الاي دي ده. فكان لازم بقى نوريهم على الموبايل ان احنا جاي لنا رساله قبول، او ان احنا طلاب في الجامعه، حاجه اسمها برنامج كده تبع الجامعه عشان نقدر نخش، ودخلنا الحمد لله. فانا افتح الجدول بتاعي عشان اعرف المحاضره بتاعتي فين، مكتوب بي اتش. انا مش فاهم ايه البي اتش ده، في مباني كتير وانا مش فاهم ايه هو البي اتش. يعني مش فاهم، انا فاكر بقى لينا مبنى معين، انا بروح المبنى ده باخد محاضرتي بخلص وبمشي على طول زي المدرسه وكده. فانا مكتوب لي بي اتش وانا مش فاهم ايه هو البي اتش، عمال الف على السكيورتي اللي واقفين وكده، اقول لهم ايه هو البي اتش. قالوا لي البي اتش ده اللي هو كان مبنى ايه، مبنى صيدله. المبنى صيدله، في صيدله وهندسه واسنان تقريبا، هو ده اسمه البي اتش. فالمهم رحت البي اتش، وكانت اول محاضره عندي في اخر دور، فطلعت كتير قوي صراحه. ودخلت المحاضرة. طبعا أول ما دخلت المحاضرة بقى الدكتور بقى قعد يعرفنا عن نفسه وإن شاء الله الجامعة تكون حلوة، وطبعا اللي مش هيذاكر هيشيل، واللي هيذاكر ربنا يوفقه، الكلام اللي انت في الانترودكشن ده. وبدأنا المادة، كان عندي مادة اسمها فارماكوجنوزي. خدنا انترودكشن تقريبا، خدنا 2 سلايد ولا حاجة ومشينا. فأنا كده خلصت أول محاضرة. كان في اليوم ده عندي 4 محاضرات. محاضرة الساعة 9 الصبح بخلصها 11، ومحاضرة الساعة 1، ومحاضرة الساعة 3، ومحاضرة الساعة 4 تقريبا. تقريبا ده انا اللي فاكره يعني. المهم احنا في اخر المحاضرة الدكتور بيقول لنا، انا فاكر ان انا خلص المحاضرة واقعد استنى المحاضرة التانية في نفس المكان، ولقيت الدكتور بيقول لنا يلا انزلوا بقى، اللي عايز يفطر واللي عايز يصيع بقى. وعشان الدكتور كمان بيقول لنا انا خلصتكم بسرعة عشان الحق انا كمان انزل افطر. فدي كانت حاجة غريبة بالنسبة لي، اللي هو ايه ده، احنا هننزل كده عادي ونقعد نفطر ونلف والموضوع عادي كده مفيش اي مشكله. فصراحه كانت حاجه غريبه شويه. المهم انا نزلت، انا مش فاهم حاجه، انا نزلت، انا اول مره اجي الجامعه. الجامعه كبيره وانا عمال الف ومش فاهم حاجه. شايف كده الناس ماشيه مع بعض بقى وحاسس ان انا تايه يعني، فاهم انت؟ والمدرج اللي انت فيه ده ما ينفعش تقعد فيه، لان في ناس، في دكتور تاني هيشرح حاجه لناس تانية، فانت لازم بقى تتجول كده في الجامعه. فقلت انا عايز افطر، قلت هروح المكان اللي فيه المطاعم عندنا اسمه الفود كورت. فانا كنت فاكر ان هو اسمه كافيتيريا، يعني انا فاكر ان هو اسمه كافيتيريا، بس لا، الجامعه اسمها الفود كورت، في الجامعه اسمه فود كورت بس مش الكافيتيريا. فروحت اقول لواحد هو فين الكافيتيريا، ايه الكافيتيريا دي؟ يقول لي انت قصدك الفود كورت؟ قلت له يا عم فود كورت فود كورت، انا عايز افطر. قال لي اه ده مكانه. طبعا انا مش فاهم حاجه، انا الفود كورت ده كان في اخر الجامعه كده، وانا عندي البي اتش، فكان في مسافه حلوه شويه بينهم. طبعا انا كده خلاص فطرت وميعاد المحاضره التانية جه. فانا راجع البي اتش وقاعد في المحاضره ومفيش حد جه. طب في إيه يا جدعان؟ مفيش حد جه. افتح الجدول اكتشف ان هي مش في البي اتش، هي في مبنى تاني اسمه الاس اس. ايه الاس اس ده بقى؟ انت تخمدوني يعني، انا تعبت يعني، انا لسه دلوقتي بعاني في البي اتش والفود كورت، تقول لي اس اس. نزلت برضو قعدت ادور على الاس اس، تقريبا الاس اس ده اللي هو كان بقى مبنى بيزنس وكده.
فانا استغربت، اللي هو يعني مش المفروض ان كل المحاضرات في نفس المكان؟ انا مثلا في اولى صيدله، فالمفروض كل محاضراتي زي الفصل كده، تفكيري زي الفصل، لو انا محاضرتي كلها تبقى في نفس المكان ده، خلص وارجع في المكان ده تاني. طلع لا، ان كل دكتور وعلى حسب هيديك فين. ممكن تاخد محاضره في مكان بيزنس، ممكن تاخد محاضره في مكان طب بشري، ممكن تاخد محاضره في مكان هندسه او اسنان. فالموضوع ما مش كده، الموضوع لا، انت بتخش وكل دكتور بيديك على حسب بقى هو الدكتور ده بيشرح محاضرته فين، مش زي المدرسة وكده يعني. فالمهم انا رحت بقى المحاضرة دي، وعلى اساس ان الدكتورة برضو مش هتشرح، لا هتدينا برضو introduction كده وتقعد تكلمنا عن المادة، لا انا لقيت الدكتورة دخلت في الشرح على طول. وكانت مادة فيزيكال فارماسي، لا فيزيكال ايه، كانت اناليسيز. فاناليسيز دي اللي هي زي الكيمياء التحليلية في ثانوية عامة. فطبعا انا قاعد مبلم كل حاجة انجليزي، انا مش فاهم حاجة، وعمال ابص للعيال وكده وكده، ومفيش حد فاهم حاجة الا طبعا كان في بقى ناس لغات، فدول كانوا بيدرسوا الحاجات دي عندهم في ثانويه فهم فاهمين، لكن انا مدرسه عربي عادي، فانا مش فاهم هما بيقولوا ايه. فانا حرفيا قاعد، انا عارفين انتوا الراجل اللي كان طالع في مسلسل كده وقام بملم كده، انا كنت قاعد مبلم. والله انا قاعد مش فاهم اي حاجه، والدكتوره بتشرح بسرعه كاننا فاهمين الحاجات دي، يعني كاننا الحاجات دي احنا درسناها واحنا مش فاهمين حاجه اصلا، مش فاهمين هي بتتكلم بتقول ايه. طبعا بقى انت تفكيرك بقى البنات والولاد بقى وقاعدين مع بعض، بس لا احنا صراحه اول محاضره او اول اسبوع كنا ملتزمين، كانوا البنات بيقعدوا على اليمين واحنا كنا بنقعد على الشمال. كنا ملتزمين وناس يعني محترمين جدا. طبعا كده بقى انا خلصت اول يوم اللي هو كان يوم متعب، حضرت الاربع محاضرات، كنت مجتهد يا جدعان، حضرت الاربع محاضرات اللي عندي، يعني دي حاجه دلوقتي تقريبا مستحيل تحصل. حضرت الاربع محاضرات وقلت هعمل ايه بقى، قلت انا هبقى طالب بروفيشنال، انا هرجع البيت احاول بقى ايه اذاكر مع نفسي، انا اجيب المحاضرات دي بقى واحاول اذاكرها. اروح البيت افتح اول محاضره الانترودكشن، المفروض ان هي اسهل حاجه، انا مش فاهم حاجه، يعني انا مفيش كلمه واحده انا عارف اترجمها. طبعا انا يعني انت في الاول بتبقى مش فاهم تذاكر ازاي ولا كده، بس بعد كده مع الوقت بتاعي بتعرف تتعود يعني، وحتى في اللغه انت بعد كده بتتعود. فانا بفتح المحاضره وبترجم، وقلت خلاص انا هترجم بقى، يعني بما اني مش فاهم حاجه فانا هترجم. ماسك جوجل ترانزليت بقى وعمال اترجم، از ام اي، بترجم كل حرف، مش مثلا باخد المفيد بس لا انا بترجم كل حرف. فطبعا قعدت في اول محاضره دي تقريبا بتاع 3 4 ساعات في محاضره واحده، وانا كان اليوم ده عندي 4 محاضرات، فقعدت تقريبا 3 4 ساعات بحاول اذاكرها. والله بعد ما اقنعت نفسي ان انا ذاكرتها عرفتش اجاوب على حاجه، اجي اسال نفسي مفيش خالص، المعلومات كلها مش عارفه تخش في دماغي عشان تخرج اصلا. وبس فقلت بقى، قعدت طبعا اول اسبوع او اول شهر ده في الجامعه انت مش عارف تذاكر، وبعد كده بقى دخلت بقى على كويز وميد ترم، ودرجاتك طبعا اول ترم ده تبقى تحت الصفر، تبقى درجات وحشه جدا، بس مع كده ان شاء الله يعني تتحسن. ف بس ده كده كان اول يوم جامعه عندي. ولو عجبكم سلسله ان انا اطلع اعمل لكم فيديوهات كده واتكلم كده واقول قصه او موقف حصل او حاجه، فقولوا لي في التعليقات هل عجبكم ولا لا. مع السلامه.